السلام عليكم. اليوم لدينا حلقة خاصة بمباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند. ريال مدريد وصل بعد فوز شاق على يوفنتوس 1-0 بفضل هدف غونزالو غارسيا، ودورتموند تأهل بفوز مثير على مونتيري 2-1 بقيادة سيرهو جيراسي في الشوط الأول. ورغم الضغط الكبير في الشوط الثاني حافظوا على الفوز. آخر فوز لدورتموند على مدريد كان عام 2013، لكن منذ ذلك الحين ريال مدريد فاز في آخر 4 مواجهات، منها بنتيجة 5-2 في دور المجموعات 2024 في دوري أبطال أوروبا. المدرب نيكو كوفاتش وصف المباراة ضد مدريد كمكافأة لفريقه اللي قدم موسم قوي منذ توليه الصيف الماضي. كوفاتش يعتمد 3-4-2-1، وهذا أعطى ثباتا دفاعيا مع قدرة على المرتدات السريعة بفضل ثنائي أديم غراسي. وللأسف غياب جوب بيلينغهام بسبب تراكم البطاقات الصفراء مما ألغى مواجهة الأخوين. قال كوفاتش قد يعوضه بجوليان برانديت أو ماكسيميليان باير حسب وجهة اللعب. أما تشابي ألونسو جاب خبرته التكتيكية من باير ليفركوزن لريال مدريد مع تنظيم دفاعي أفضل وبناء هجمات من الخلف. ريال مدريد قاوموا يوفنتوس بضغط متوازن وتنظيم واضح، وعلى الأرجح سوف يتبعوا نفس النهج ضد دورتموند. تعتقدون مدريد سيواصلون أو دورتموند سيقدم مفاجأة؟ اكتبوا توقعاتكم للمباراة في التعليقات، تابعونا على القناة وضغطوا لايك واشتراك. شكرا.